شهد دوري أبطال أوروبا على أقوى مباراة في الجولة الثامنة بين ريال مدريد وبنفيكا، واللي حصل فيها فعلا أغرب سيناريو ممكن تشوفه في كرة القدم. تابع معايا وهتتفاجئ. قدر الفريق البرتغالي بنفيكا بقيادة مورينيو تسجيل 4 أهداف في شباك ريال مدريد، وده بعد ما أظهر لاعبي بنفيكا إصرارهم ومقاتلتهم على كل كرة في الملعب عشان يتأهلوا للملحق في البطولة. وكان من أكتر المشاهد حماسية هي لقطة الهدف الرابع، واللي كانت من رأسية غير متوقعة من الحارس تروبين في شباك كورتوا، وبكده قدر الفريق البرتغالي التأهل في آخر ثانية، وده بعد ما كان هيخرج من البطولة وكانت فرصته في التأهل شبه مستحيلة، لأنه كان منتظر خسارة 5 فرق في الجولة الثامنة. ده غير بقى إنه كان مطالب يكسب ريال مدريد بفارق هدفين في المباراة، وفعلا كل ده حصل، وبكده بيتحقق أغرب سيناريو ممكن تشوفه في دوري الأبطال. وخرج بعدها مبابي بتصريحات قوية قال فيها إن أدائنا كان سيء جدا وما قدمناش الرغبة الحقيقية للفوز بالمباراة، وطالب بعدها الجماهير بإنها تدعمهم في الفترة اللي جاية. ما تنساش بقى لو عجبك المحتوى تعمل لايك وشير وسبسكرايب.